السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم في تقويم الأسنان، وهو الأرشواير سيكونس. لما بتجيلك حالة تقويم أسنان، أول حاجة هتفكر فيها أنت إزاي هتعمل ألاينمنت وليفلنج للأسنان. فبالتالي هتشوف إيه الواير اللي هتبدأ بيه وإيه تسلسل الوايرز اللي هتمشي عليها. في إجابة مشهورة في الموضوع ده، وإن إحنا بنبدأ نعمل ليفلنج وألاينمنت عن طريق إن إحنا هنستخدم نايت أي وايرز في البداية، اللي هم 12 14 16 16 في 22، وبعد كده ستانلس ستيل وايرز 16 في 22 17 في 25 و19 في 25. ولكن السؤال هنا، هل السيكونس دي هتنفع مع كل الحالات؟ هل كل حالة هتجيلك هتفكر فيها انك انت تمشي على السيكونس ده؟ عشان نجاوب على السؤال ده خلينا نشوف الحالة دي كمثال، وفي الاخر هنعرف الاجابة ايه. لو بصينا على الحالة هنا هنلاقي ان هي فيها severe crowding. الحالة خلع الفور في الليفت سايد، اللاترال بلوكد اوت تماما عن الدنتال ارش، ديسبليسد بالاتالي، ونفس الكلام هنا الفايف. فلو جينا طبقنا الكلام ده، خلينا نشوف كده لو طبقنا الكلام اللي احنا قلنا عليه ده ايه اللي هيتم. انت هنا الاسنان اللي ينفع تعمل تركب عليها الاتاتشمنت بتاعتك من السيفن للسيفن هنا كده، بالشكل ده كده. انما انت عندك هنا اللاترال مش هتعرف تشتغل عليها من البدايه. نفس الكلام هنا ايه الفايف، وهنا برضو نفس الكلام الفايف في الليفت سايد وفي الرايت سايد برضو، يبقى صعب شويه. فانت هنا هتبدا من البدايه انك انت تشتغل كده بالشكل ده. هتشتغل على السيكونس المشهور قوي، ان احنا هنبدا بالنايت اي وايرز بالشكل ده كده. كل واير هياخد له حوالي شهر، فانت هتخبط حوالي 6 7 شهور. الريزلت النهائية انك هتكون عملت الاينمنت وليفلنج لكل الاسنان دي، باستثناء اللاترال الفايف في الليفت سايد، الفايف برضو في الرايت سايد. بس خلينا نقول ان احنا عشان نوصل للخطوة دي حوالي 6 7 شهور. بعد كده هنعمل ايه؟ احنا هنا في سيفير كراودنج، مفيش مكان هنا خالص لللاترال، فهنا والحالة خلع هنا الفور. فهنعمل ايه؟ هنخلع الفور هنا في الرايت سايد، ونعمل ريتراكشن للكناين تيجي مكان الفور. احنا هنا لو قلنا ان الفور ده حوالي 7 ملي، فعشان نجيب الكناين مكانه كل ملي هيحتاج حوالي شهر، فاحنا بنتكلم في حوالي 7 شهور برضو عشان نجيب الكناين مكان الفور. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل دبل واير تكنيك او البيجي باك تكنيك. ان احنا هنا الواير الاساسي اللي مشينا عليه لغايه ما وصلنا لريكتانجولار ستانلس ستيل واير، وعندنا هنا جبنا الكناين مكان الفور، فهنا اصبح في سبيس، فعايزين ندخل اللاترال مكان الكناين، وعايزين نجيب الفايف هنا في مكان. فهنا برضو الخطوة دي هتاخد معانا وقت، ممكن تاخد حوالي مثلا 5 شهور ولا حاجة. ماشي. بعد كده بعد ما دخلنا الأسنان دي في مكانها هنعمل لها برضو ليفلنج والاينمنت. الروتس بتاعتهم بتكون لسه ما اتظبطتش، فبرضو هنمشي على السيكونس بتاع الواير ده، فالموضوع يخش له في حوالي 6 7 شهور. فاحنا لو حسبنا التريتمنت ديوريشن لو مشينا بالطريقة دي هنخش في حوالي سنتين علشان نوصل لمرحلة مقبولة من الليفلنج والالاينمنت الأسنان. وسنتين مش هكون خلصت، هكون برضو ممكن هتكون محتاج لسه شغل تاني في الحالة، على حسب ايه باقي البروبلم ليست اللي موجودة في الحالة. طيب، هل في طريقة تانية ممكن نبدأ بيها؟ طيب خلينا نفكر. احنا قلنا هنا في كراودنج، فمحتاجين سبيس. الاكستراكشن هنا لوحده مش كفاية، في هنا كولابس في المجزل، في كولابس في المجزل، فاحنا عايزين نعمل اكسبانشن. هنا الحالة ادلت، فاحنا اللي هنعمله دينتال اكسبانشن، مش هينفع نعمل لها سكيليتال اكسبانشن. من اشهر الحاجات اللي ممكن نستخدمها في حاجة زي كده هو الكواد هيليكس. ولكن لو فكرنا الكواد هيليكس لو ركبناه يركب هنا على السكسز، ازاي هنخليه يعدي هنا؟ ويعني الموضوع يعني هيكون صعب شوية. احنا لو بصينا نلاقي الفايف هنا يعني قرب نص البلد، قرب الميد لاين بتاعه، وبرضه انا هستفاد منه في ايه؟ يعني هو هيلمس ايه؟ يعني هيلمس الفايف بس هنا. فلازم تبدأ تشوف له موديفيكيشن وتبدأ تعمل له ديزاين بحيث يناسب الحالة. في الحالة دي عملنا حاجة اسمها هيكسا هيليكس، ده موديفيكيشن من الكواد هيليكس، هتشوف صورته دلوقتي. طيب دي حاجة كان احنا نعمل اكسبانشن، دينتال اكسبانشن. طبعا بالتالي هنا برضو احنا قلنا هنعمل اكستراكشن للفور، تمام، ونبدأ نعمل ريتراكشن للقناين.
بس هنا بقى احنا هنبدأ من البداية نعمل الخطوة دي، يعني مش هنستنى كل الكلام اللي احنا قلناه، لا احنا من البداية خالص هنبدأ نعمل ريتراكشن للكلام. هنا انا محتاج كل ملي من السبيس ده، فلازم اماكسمايز الانكورج بتاعي. خلينا نشوف احنا عملنا ايه. طيب، هنا ركبنا ميني سكرو بالشكل ده. لو بصينا هنا على السايد فيو، هنا ميني سكرو، وبدأنا عملنا ريفيرس كلوزنج لوب ياخد الكنان يعمل له ريتراكشن. احنا هنا ما بين الميني سكرو والكناين، هنا اللوب ده متأكتف، الاتجاه بتاعه ان هو ماشي كده. فاحنا هنا واخدين الكناين وبنعمل له ريتراكشن ديستاليزيشن، بنرجعه لورا مكان الفور اللي احنا خلعناه. طيب عايزين بقى ايه؟ يعني مش هنكتفي بكده بس، عايزين نوفر وقت اكتر. احنا طمعانين ان احنا نوفر وقت اكتر، كل ما هنوفر وقت ده في صالح البيشنت، لان وجود الاتاتشمنت او البراكت او اي حاجه مركبه على السنان ده بيزود الريسك لان يحصل ديمينراليزيشن لطبقه المينا، وان هو يحصل كيرز ويحصل مشاكل في كبيريو. فكل ما تختصر وقت كل ما هيساعدك انك انت تحصل على علاج مظبوط، وان برضو تحافظ على الاسنان، لان يعني مش هنعمل تقويم ونبوظ الاسنان. فدي نقطة مهمة جدا. طب هنا في نفس الوقت عملنا اللي هو الايه الموديفيكيشن من الكواد هيليكس، اللي هو الهيكسا هيليكس. لو بصينا هنا، هو الكواد هيليكس بيبقى التصميم بتاعه الفور هيليكس دول، هنا واحد اتنين تلاتة أربعة، وضفنا له هنا الاتنين دول في حيث إن هما يساعدونا في إن إحنا نعمل إكسبانشن في الجزئية الأنتيريور. فأنا هنا عندي الكناين بعمل له ريتراكشن، واللاترال في نفس الوقت بدخلها في مكانها. في نفس الوقت اللي بعمل ريتراكشن، في نفس الوقت اللاترال عايزة تيجي هنا في مكانها. لو بصينا هنا السبيس بيبدأ يزيد، واللاترال بتيجي في مكانها أكتر. تمام. هنا نفس الكلام، هنا شبه السبيس قرب يفتح خالص. طيب، هنا الفايف هنا دي منع ان هو يجي في مكانه، فاحنا بعد كده هنقص الجزئية دي، وهنا دي متأكتفة، فهي برضو هتساعد ان هي تزق الفايف شوية في ناحية السبيس بتاعه. تمام. فاحنا لو بصينا ان احنا لو من البداية اشتغلنا بالطريقة دي هنوفر وقت كبير جدا، نوفر وقت كبير، لان انت من البداية بدأت تفتح سبيس لللاترال، وبدأت تعمل ريتراكشن بانك انت تفتح سبيس لللاترال، وبدأت تدخل اللاترال نفسها في المكان بتاعها. الكلام ده وفرنا بيه وقت قد ايه؟ وفرنا بيه وقت كتير، اكتر من سنة. يعني احنا لو بصينا هنلاقي ان الحالة خدت حوالي مثلا 10 شهور ولا حاجة لغاية ما وصلنا لنتيجة كويسة في الليفلنج والالاينمنت. فالإجابة النهائية على السؤال اللي أنا قلته في البداية، إن كل حالة ليها الخطة العلاجية بتاعتها. فأنت لازم من الأول بتفكر أنت هتبدأ الحالة إزاي، هل هتبدأ بفول أرش ولا هتبدأ بسيجمنتد أرش؟ فايه الاسنان اللي هتركب عليها، الاسنان اللي لا مش هتبدأ بيها. فلازم من البداية، يعني دي حاجة أساسية في الخطة العلاجية بتاعتك. إنما إنك أنت هتحط حاجة ثابتة هتمشي عليها مش هتنفع لكل الحالات. أرجو إنكم تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.